السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في قناه ام نهى سهى. اليوم جيتكم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيكه ديال واحد البيضه. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو هنايا عندي واحد البيضه. غادي نتبعوا المقادير مع طريقه التحضير ان شاء الله يا ربي. عندي هنايا 4 كاس ديال الزيت، زايد واحد شويه يعني قل من نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال السكر، قبيصه ديال الملح، واحد بينيه لا فاني، سكر فاني. غادي نضرب كلشي بالطرب اليدوي او بالخلاط الكهربائي. غادي نزيد هنايا كاس ديال الطحين اي الدقيق يكون عامر، نفس الكاس اللي كتعبروا به غادي تكملوا به. وهنايا غادي نزيد الخميره ديال الحلويات 8 غرام. غادي نعاود نضرب نخلط المكونات كامله. هنايا كنبقاو نخلطوا حتى كنحصلوا على الخليط ديال الكيك. كيف ما كتشوفوا هنايا انا هنايا بقى لي شويه جاري. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره عامره ديال الدقيق حتى نحصل على الخليط ديال الكيكه. وهنايا كيف ما كنعرفوا يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق ديال كل واحد. انا زيت معمره يعني طوبي، وغادي نزيد مغرفه اخرى ما تكونش عامره يعني بهذا الشكل هذا. وصافي هنايا كنكونوا حصلنا على الخليط ديال الكيكه على هذا الشكل هذا. شقرت هاد الصينيه هذه ديال الزاج ودهنتها بالزيت او دهنوها بالزبده، يعني لكم الاختيار. غادي نعمل الخليط ديال هاد الكيكه هذه. كتجي غزاله وكتجي اقتصاديه وكتوجد يعني فرمشه عين، وفي نفس الوقت يعني بالمنظر يعني كتجي راقيه، والمذاق كيجي عاوتاني هائل ورطيبه. وحتى المنظر ديالها مع هاد الطاوه ملي كيكونوا مشرفين بحال هكذا كيجي يعني المنظر ديالها مزيون. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا عندي هنايا واحد تفاحه يعني حمراء قطعتها على هذا الشكل هذا مشلطه. وغادي نعمل الدائره ديالي بحال هيدا نستفها فيها. هنايا التفاح كيكون يعني مقطع رقيق، راه ما كيهبطش، كيبقى يعني فوق الكيكه. هنايا كتبقى على حسب التفاحه، الا كانت كبيره تقدروا تستعملوا غير واحد التفاحه، يعني كتقطعوها شحال ما قطعتوها يعني رقيقه شحال ما غادي تكملكم الدوره. وهنايا بطبيعه الحال نسيت ما قلتلكمش يعني رشيتها بواحد بشويش ديال الليمون باش ما تكحلش. هنايا من بعد ما ساليت الدائره ديالي هيدا كامله غادي نبدا دابا ننزل في الوسط ما بين وحده ووحده. غنزل هذه هكذا باش كيجيو باينين. صافي وبنفس الطريقه غادي نكمل حتى نكمل الدائره كامله على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلها للفران وغادي تطيب معانا، ما كتعطلش يعني في الطياب ديالها معانا. وديك سانتك غادي نخرجوها. وهنايا من بعد ما خرجناها من الفران دهنت الوجه ديالها بالعسل، واذا عندكم نباج او ململه حتى هي تقدروا تدهنوها. كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى حبيباتي من كل قلبي تجربوها وتعجبكم. راه سهله مهله واقتصاديه، غير بيضه وحده كتكون واجده 5 دقائق، كتكون ساليه وواجده، ما غاديش تعكزوا عليها. وخليتكم هنايا في امان الله حتى الفيديو الاخر ان شاء الله.